ان شاء الله الكل بخير. فيديو اليوم راح يكون عروق طاوة. تابعوا وياي طريقة العمل. هنا أنا عندي راح استخدم محضرة الطعام. هنا أنا عندي تقريبا 400 غرام من اللحم المفروم. راح اضيف بصلاية كبيرة قطعتها بهذا الشكل، راح اخليها، وراح اضيف لها فصين ثوم. هسه راح ابدي اثرمهم ناعم. بعدها راح اضيف فلفل اخضر، راح استخدم نص حبة من الفلفل الاخضر. راح استخدم نص حبة من الفلفل الاخضر وراح اثرمها ناعم هم. بعدها راح اضيف طماطة حجم كبير وهم راح اثرمها ناعم. بعدها راح اضيف معدنوس مثروم ناعم. هسه بعدها راح ابدي اضيف البهارات. اول شي راح اضيف الملح، راح استخدم ملعقة كوب من الملح لهاي الكمية، طبعا الملح حسب ذوقكم. وبعدها راح اضيف نص ملعقة كوب من الفلفل الاسود هالقد، وراح استخدم الكاري هم، راح اضيف ملعقة كوب ممسوحة من الكاري. هاي البهارات اللي استخدمها ويا عروق الطاوة. هسه اخر شي راح اضيف الطحين حتى يخليها تتماسك. راح اضيف ملعقتين اكل متروسة من الطحين، وهسه راح امزجهم سوية كل زين. هسه بعد ما عجنت اللحم ويا الخضر، طبعا اذا تحبون تتاكدون انه البهارات مضبوطه واللحم اذا استخدمتوا غير مقادير، يعني بالبدايه قلوا قطعه صغيره، تاكدوا ان الملوحه مضبوطه والبهارات، بعدها ابدوا شكلوا الكباب وكملوا باقي الكميه. هسه بعد ما حمى الزيت راح اضيف عروق الطاوه. هيك اني احب اسويها شويه خفيفه حتى تصير مقسبه، بعد اذا تحبون سووها شويه اتخن حسب رغبتكم. وراح ابتدي اضيفها، والنار طبعا تكون على نار وسط، وبعد ما تتحمص الجهة الاولى اقلبها على الجهة الثانية. طبق اليوم صار جاهز، ان شاء الله تجربوه وتعجبكم. اذا جربتوها اكتبوا لي رايكم بها بالتعليقات. شكرا جزيلا لكم. لا تنسون تشتركون بالقناة وتشاركون الفيديو، وانتظروني بفيديو ثاني. مع الف سلامة.